بوريطا يزور البرتغال بناء على طلب من وزير الخارجية البرتغالي لشبونة اللي زارها الرئيس تبون قبل أشهر، واللي عين فيها سعادة السفير سعيد موسي قبل أشهر نفس الشيء سفير. البرتغال تلتحق بركب إسبانيا وفرنسا وتعترف بمخطط المغرب الذي يهدف إلى استقلال الذاتي، اللي هو مشروع مغربي بدأ يتوسع، وبدأ المغرب يقنع الكثير من دول العالم خاصة دول أوروبا. بعد فرنسا وإسبانيا الآن البرتغال تلتحق بالركب وتعطي ظهرها لجبهة البوليزاريو وتدخل في أطروحة ومخطط المغرب. هذا يعتبر فشل ذريع للسياسة الخارجية الجزائرية وللدبلوماسية الجزائرية، طبعا على رأسها سعادة السفير سعيد موسي الذي فشل فشلا ذريعا في القيام بدوره في إسبانيا، في فرنسا، في البرتغال. الآن أنا عندي تناقشت مع واحد دبلوماسي كبير، سفير سابق ودبلوماسي كبير متقاعد، اتصلت به قلت له سعادة السفير الله يخليك أنت ممكن تعرف هذا موسى سعيد موسى؟ قال لي بصراحة ما نعرفوش، قال لي لأنه يعني إطار صغير في الخارجية، قال لي ما نعرفوش، قال لي لكن قال لي حسب ما سألت عنه قال لي هو أبعد بكثير على أنه يقوم بمهمة اللي هي يعني تأثير على السياسة الخارجية لإسبانيا أو فرنسا أو البرتغال. قال لي ما عندوش وزن وما عندوش تأثير أنه يقدر يأثر، قال لي يعني هو لا يصل إلى درجة الذكاء اللي تخليه يأثر لا بالإيجاب ولا بالسلب، يعني بمعنى أنه ما يحك ما يسق، ما رايح يقنعهم بقضية الصحراء الغربية، ما رايح يخدم ضد الصحراء الغربية. قال لي خطير. قلت له إذن ما هو تفسيري؟ قال لي تفسيري أنه يطبق في تعليمات من الجزائر، يطبق في تعليمات وأوامر تأتيه من الجزائر. إذا التعليمات اللي تجيه من الجزائر جاته في إسبانيا أنه عليك أن تكسر الغصن هذاك اللي كانت تتك عليه البوليزاريو في إسبانيا. وبالفعل أنا في اعتقادي أنه سعيد موسى اتفق مع الإسبان على طرد البوليزاريو. لما نفذ المهمة روح لفرنسا كمل نفس الدور، راح لفرنسا نفس الشيء، قنع الفرنسيين وقال لهم احنا كذا اخترنا من قسم بوليزاريو نحي. والآن راح البرتغال. المشكلة أنه في أقل من سنة ينفذ المهمة مريقلة. قعد في مدريد أقل من عام غلق السفارة، راح لفرنسا أقل من عام غلق السفارة، هاو في البرتغال لشبونة أقل من عام غلق السفارة. ألا يستحق وسام الاستحقاق كأحسن سفير جزائري يدافع عن المصالح الجزائرية في الخارج ويدافع عن القضايا العادلة التي تدافع عنها الجزائر؟ نعم يستحق. وأنا درت له بصراحة يعني كما قال لك الآخر هاني نشرتها، قلت باللي بعد مدير عام أو رئيس مدير عام سونال غاز اللي كرموا رئيس الجمهورية بوسام الاستحقاق بدرجة عشير نظير الخدمات الجليلة التي قدمها للأمة، للشعب والحكومة ولقطاع الكهرباء. لأنه في عهد مراد عجال هذا يا الكهرباء يا الناس ما تنقطعش والدنيا وذا يعني روعة، رئيس الجمهورية كرمه. أتوقع في قادم الأسابيع والأشهر رئيس الجمهورية سيكرم موسى سعيد كأحسن سفير في تاريخ الجزائر نتيجة الخدمات الجليلة التي قدمها للدبلوماسية الجزائرية، ويكرم كذلك كمال رزيق كأحسن وزير في تاريخ الجزائر نظير الخدمات الجليلة التي قدمها
من أجل إسعاد المواطن الجزائري ورفاهيته وبحبوحته، نظرا لتوفير كل مستلزمات الحياة من أساسيات وكماليات. كل شيء متوفر في الجزائر والناس راهي عايشة. إذا كمال رزيق أحسن وزير في تاريخ الجزائر وسيتم تكريمه، وسعيد موسى أحسن سفير جزائري وسيتم تكريمه. إذا أنصحكم باتباع هذه الوصفة اللي راهم يتبعوا فيها كمال رزيق وسعيد موسى وتنجحوا. اللي يحب يتكرم في الجزائر لازم يتبع هذا الطريق. أوكي، ربي يقدرنا على فعل الخير إن شاء الله، والنصائح اللي نقدموها لكم. الآن